واش راح نقول لخوتي؟ هذه رسالة، والعنوان راكم تشوفوا فيه هو استقلال بلاد القبائل. هو لا ينحصر فقط على الشعب القبائلي فقط، لا ينحصر فقط على الشعب القبائلي فقط، إنما هو ينحصر وواجب على كل أمازيغ. استقلال بلاد القبائل هذه إذا تشوفوا فيه باللي راهو مشكل ولا تهم بلاد القبائل فقط، هذا لا. هذا المشكل هذا نتاع استقلال بلاد القبائل يهم كل أمازيغ، يهم كل أمازيغ، بكون أن بلاد أو شعب القبائل أغلبيته هو اللي قاعد يناضل من أجل الأمازيغية، هو اللي قاعد يناضل ويديرونجي في الدولة، هو اللي قاعد يدير في كلش. يعني الشعب هذاك القبائلي هو اللي قاعد يضحي لحد الآن. خلينا من الثورة الجزائرية فقط على بالنا، لكن كي نهضروا النسبة الكبيرة اللي قاعدة تضحي وتقاوم وتفقد أشخاص وتفقد يعني وتسجن ولادها، هي بلاد القبائل. هما القبائل هما اللي قاعدين يصير لهم كيما هكاك. غدوة لو كان تقول لي راح نديروا انا اليوم البروجي اللي حطيته في راسي نخدم فيه مليح، هو واش هو ما نخليوش القبائل هذو وحدهم. ما نقولوش لي انهم لا حابين يديروا هما دولة. ماذا بينا انا من الناس اللي تمنيت تكون عندنا دولة امازيغية واحدة. وين لقيتها؟ راح راعي يقول لك ها يلزم نديروها في بلاد الشاويه. اذا حبينا دوله امازيغيه نديروها في بلاد الشاويه. راح ينوضوا لك بني مزاب يقول لك ها يلزم نديروها في عند بني مزاب. راح ينوضوا لك الريافه يقول لك ها يلزم نديروها عندنا احنا. راح ينوضوا لك السوسيه الاطلسيه، راح ينوضوا لك اللوبيين، راح ينوضوا لك السويين، لا، احنا نهضروا الواقع. لانه شكون اللي ضحى على الامازيغيه بزاف بزاف بكل صراحه؟ هما القبائل. هذه ما تنكروهاش، ما تلعبوها، لا تكون عندكم دوغمائيه لا والو. الضحايا اللي قاعدين يموتوا من اجل الامازيغيه اليوم وما في الماضي هما القبائل. اذا يجب ان ندعم القضيه استقلال بلاد القبائل كل الامازيغ. القضيه هذه نتاع الامازيغ نتاع استقلال بلاد القبائل ما تهمش القبائل فقط، ماهيش نتاعكم فقط، انما هي تاعنا كل. نوقفوا مع ذلك الشعب القبائلي باش يديروا دولة أمازيغية. على الأقل العرب عندهم دول عربية. اليوم فرنسا عندها دولة فرنسية، بس حتى تلقى شعب راهو في بلجيك، تلقى شعب يناطق بالفرنسية وفرنسي، تلقاها في السويس أو في الفرونتيرا في الألمان، أو تلقاه في الإسبان، أو تلقاه في الطليان، رغم انه تابع جغرافي، لكن عندهم دولة فرنسية مثلا. فهمت؟ لي زونغلي كيف العراق، حنا عرق قديم جدا، عرق نتاعنا راهو قديم خلاص. اليوم ما عندناش دولة، اليوم ما عندناش دولة تمثلنا تهضر لنا حتى على حقوقنا. حنا ما حبيناش الدولة هذه تابعة للجزائر ولا خليها دولة، تكون عندنا دولة أمازيغية. أنا كنفسي اقتراح، وهذا مرغم عليكم بعد، سواء الشاوية، سواء بني مزاب، سواء التوارق، سواء الرياف، يعني أي أمازيغي من الكناري لسيوة في مصر، من القبائل للسنغال تحت. هذه لازم تكون عندنا دولة وندعموها. هذه بلاد القبائل هذو على الاستقلال. احنا الشاوية ما نحوسوش نقولوا حابين يسيرونا، لا، احنا اليوم الشاوية ولا بني مزاب ولا التوارق نوقفوا مع القبائل. كونوا رجال ونديروا يوم ونوقفوا معاه وقفة صح. كونوا رجال يا ايها الامازيغ، اذا تسمعوا فيا سواء من المغرب او من الجزائر او من تونس، احنا ما كانش حدود ما بيناتنا. احنا يلزم ندعموا القضية هذه نتاع استقلال بلاد القبائل، ان نوقفوا معاهم الكل ونحطوا تكون عندنا دولة أمازيغية. دولة أمازيغية وهي بلاد القبائل. هي بلاد القبائل، وذلك تكريما لهم لما ضحوه وما فقدوه من ضحايا. فقدوا ضحايا من أجل تمازغة. يا خوتي يهضروا بكل صراحة، هما اللي قاعدين يهزونا في السروال على جال تمازغة.